يرسمون هو الهدف الأول لجمعية شلف أمام شبيبة الثورة. الهداف السويبع لا يتسامح مع سعيد زكريا، كرة ما فيهاش وضعية تسلل، الانطلاقة من سويبع بيمناه يحطها في شباك شبيبة الثورة، بيمناه يحطها في شباك سعيد زكريا الذي يتلقى أول هدف هذا الموسم في كأس الجزائر. قلنا أن مهمة سويبع اليوم التسجيل في شباك الثورة، وكذلك مهمة سعيد زكريا الحفاظ على نظافة الشباك في كأس الجزائر، ولكن الكلمة الأخيرة تعود للجمعية الشلفاوية لأشبال عبد القادر عمراني. في وقت كنا إعادة هنا بالريبلاي محمد سويبع يخرج وجها لوجه لا يتسامح ويسجل ويمنح الأسبقية لجمعية شلف. لا يطيل في التمهيد ولا يسهب في التوطئة، مباشرة إلى لب الحكاية من البداية. ياسين عليان في هدف ثاني لجمعية شلف كما جاءت من هناك من بوسعيد. ياسين عليان والنتيجة تصبح من بوسعيد، الإنهاء من ياسين عليان 2-0 للمدرب عبد القادر. صارت الآن ثلاثية لجمعية شلف أمام شبيبة الثورة. الآن الأمور بدأت تتضح وجمعية شلف تواصل شق الطريق نحو نهائي كأس الجزائر نسخة 2023، هذه المرة عن طريق فتوحي. كرة ممتازة من هناك فريق جمعية شلف، من هناك عن طريق سويبع الاسيست، فتوحي بيمناه يحط كرة في شباك الحارس سعيد زكريا. إنه الهدف الثالث لجمعية شلف أمام الجياساس. كرة بيمناه فتوحي يضيف الهدف. إعادة هنا بالريبلاي محمد سويبع يخرج وجها لوجه لا يتسامح ويسجل ويمنح الأسبقية لجمعية شلف. والركلة جزاء يقول حكم المباراة، تدخل كان من دباري عبد الحق، ركلة جزاء يقول حكم المباراة. محمد لامين أم أنه علوشيش ستكون له الكلمة الأخيرة؟ يتقدم حامية يحط الهدف الأول محمد لامين حامية في الدقيقة 75. 3-1 صارت النتيجة الآن لجمعية شلف أمام شبيبة الثورة. هذا ربما سيتركنا نشاهد ربع ساعة يطلع فيه رتم المباراة بعدما انخفض بالهدف الثالث لجمعية شلف. حامية يحطها على يمين الحارس علوشيش يسجل الهدف الأول. 3-1 في هذه المباراة مشاهدينا الكرام.